البداية لو جداد معايا في القناة ارحب بيكم، اشتركوا وفعلوا علامة التنبيهات على الكل علشان يوصلكم كل جديد. ولو في سؤال او استفسار اكتبوه تحت في التعليقات. عايزة منكم تتفرجوا على الفيديو للنهاية علشان ما يكونش فيه اي سؤال، لان النهاردة هتكلم عن لوشن من الحاجات الممتازة جدا للجسم. وهتكلم عن مميزاته وعيوبه وكل حاجة. وكمان هتكلم عن طريقة الاستعمال، لكن فضلا وليس امر لايك للفيديو علشان تشجعيني وعلشان اليوتيوب يعرف ان دي حلقة مهمة والكل يستفاد ان شاء الله. حليب الجسم توليب جوز من شان ليه استعمالات كتيرة جدا، خصوصا ان هو بيرطب البشرة ترطيب عميق مناسب لاصحاب البشرة الجافة وشديدة الجفاف. بيرطب ترطيب مكثف وبيساعد على معالجة البشرة الجافة. مدة الترطيب بتوصل ليه اكتر من 24 ساعة، يعني يوم كامل. بيحول البشرة الجافة الى بشرة صحية كلها مرونة وكلها نعومة. كمان بيحتوي على بعض المواد الطبيعية اللي بتساعد على تجديد البشرة والتخلص من الجفاف والخشونة، وبترجع للبشرة نعومتها مرة أخرى. تحتوي طبعا على مادة مهمة جدا هو السيراميد وحمض الهيالورونيك، ودي عبارة عن أحماض مهمة جدا بتحبس الرطوبة داخل الجلد أطول فترة ممكنة. حمض الهيالورونيك الجزيئات بتاعته صغيرة فبتخترق الجلد وبتساهم في ان البشرة تحتفظ بالترطيب بيدوم لأكتر من 72 ساعة. بالإضافة طبعا لأهم مادة طبيعية خصوصا لو كانت البشرة جافة أو شديدة الجفاف، هي زبدة الشيا اللي صالحة جدا خصوصا لمنطقة زي المناطق اللي بيكون فيها الجلد سميك ومتراكب فوق بعضه زي ركب والأكواع. دكاترة كتير بينصحوا بيه وبيكتبوه خصوصا لأصحاب الجلد الحساس لأنه ناعم جدا والبشرة بتمتصه بسهولة، وكمان ريحته حلوة. بس الريحة برضو الأمانة يعني مش ثابتة. أنصح بيه، خطير جدا، وكمان ريحته كأنه برفم يعني حطاه. وبس كده، يمكن دي أهم المعلومات. طبعا لازم يتحط على بشرة تكون نضيفة، بمعنى ان احنا نكون غسلينها. الافضل تكون غسلينها بمية فترة لانها بتفتح المسام، فبالتالي لما بنيجي نحط المنتج بشرتنا بتمتص بشكل كويس، وبعدها بنجفف البشرة وبنحطه على الاماكن اللي بيكون فيها الجلد سميك او الجسم بالكامل، ونركز اكتر على الايد ركب الاكواع. طبعا ما بيتحطش على الوجه تماما. اتمنى تكونوا استفدتوا. لايك وشاركوا الفيديو مع الجميع عشان الفايدة تعم والكل يستفاد.